جدنا الثالث من العلماء، ناخد جدنا الثالث وده من أكبر العلماء الكبار، وهو أبو القاسم الزهراوي الذي عرض وصفا ورسما للأدوات الجراحة في مقالته الثالثة عشر تكاد تتشابه لأدوات الجراحة المماثلة الحديثة. يعني تخيل ان راجل من الزمن الطويل ده كله عالم من علماء المسلمين، لا كان عنده كهرباء زي ما احنا عندنا كهرباء دلوقتي، ولا كان عنده بياكل الانواع اللي احنا بناكلها، ولا كان سبحان الله العظيم عشان يطلب العلم يسير مثلا على قدميه 60 كيلو متر مثلا، او 100 كيلو متر او 200 كيلو متر، ولكن هذا العالم توصل الى انه وصف وصفا كاملا لادوات الجراحه اللي هي زي دلوقتي بالظبط. انتوا زي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشه نفس الادوات الموجوده دلوقتي. تخيل، ده لا يستحق منا كل تقدير، وان انا اتشرف ان انا اقول ده جدي فعلا. لا فعلا هو جدي وتاج راسي وسيدي وكل شيء. طيب شفت العلماء دول ذكرنا كام عالم، يخش على سيدنا مثلا جدنا مثلا ابن زهر. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ اشرف السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يكرمك يا استاذ اشرف، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. تقبل الله منا ومنكم. كنت عايز بس اي حاجه لسنه حمايه المنويه. يا ريت تعلي صوتك، والله الصوت عندي مش واضح قوي. بقول لحضرتك اي حاجه بس تزود بالحيوانات سرعه الحمايات المنويه. طب بقى ركز معايا بقى شويه، عشان هقول لك على حاجه ان شاء الله بامر الله عز وجل. يعني السنه الجايه لو هنبقى على نفس القناه ان شاء الله المباركه، وهتقول لي ان شاء الله ربنا كرمني بحسن او بمحمد ان شاء الله. سن حضرتك كام سنه؟ بارك الله فيك يا دكتور. بارك الله فيك. الله، سن حضرتك كام سنه الاول؟ 32. 32 سنه. المشكله عندك حللت؟ تمام. طب ايه المشكله عندك، في السرعه ولا في الحيوانات نفسها ولا مفيش عدد؟ لا المشكله في السرعه. السرعه عندك كام؟ السرعه قليله، يعني 2 تقريبا. طيب ان شاء الله ان شاء الله عز وجل. ابشر يا استاذ اشرف، وربنا رب يحفظك، واسال الله العظيم رب العالمين ان يمن عليك بالولد الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. شاكرين يا دكتور، شكرا. حفظكم الله ورعاكم. الجد الثالث لينا يا جماعه، وهو جد طبعا لنا جد عظماء نتشرف بهم في كل وقت، ويعني نزداد شرفا ونورا وضياء وبركه بان ننتسب ان نقول هؤلاء اجدادنا. جدنا ابن زهر الذي ولد عام 1113 ميلاديا، مؤلف كتاب التيسير. وكذلك جدنا ابن النفيس، يعني شوف سبحان الملك، جدنا ابن النفيس ده اتولد سنة 1210، الذي كان له الأسبقية، خلي بالك، في اكتشاف الدورة الرئوية في كتابه شرح تشريح القانون. يا الله، علماء فعلا تستحق منها كل تقدير وكل اجتهاد. والله يعني سبحان الله، يعني تكتب أسماؤهم، لا أقول تكتب أسماؤهم بماء الذهب، ولكن تكتب أسماؤهم بماء العيون. يعني أسماؤهم لا تكتب بماء الذهب كما يقولون، والله تكتب بماء العين. لماذا؟ لأنهم رفعوا قدر الإسلام وجعلوا للإسلام كلمة في كل وقت وحين. معنا أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذنا؟ ربنا رب يحفظك ويبارك فيك. أخبارك إيه؟ والله الحمد لله في نعمة، حفظكم الله ورعاكم. والله أنت منور الشاشة. جزاكم الله خيرا وحفظكم وغفر لنا ولكم، اللهم امين رب العالمين. كل سنه وحضرتك بخير. وانت بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يعني السنه القادمه على الابواب، واسال الله ان هي تكون يعني سنه خير وبهجه وسرور على المسلمين، وان يكون فيها ارتفاع لعزه الاسلام والمسلمين، اللهم امين يا رب. معك اخوك محمد ابو عادل من ابو كبير شرقيه. يا مرحبا، يعني من بلدي، حفظكم الله. طبعا ربنا رب يحفظكم. بس حبينا نقول انت منور الشاشه، وحضرتك منور البلد كلها والله. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وغفر لنا ولكم، ويعني شرف عظيم باتصالك استاذ محمد. اهلي واحبابي في الشرقيه كلهم يعني نزداد شرف دائما باتصالهم بنا، وحفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. الجد اللي بعد كده وهو جدنا ابن القف. احنا ذكرنا ان جدنا ابن النفيس قبل ذلك كان له الاسبقيه في اكتشاف الدوره الرئويه. جدنا ابن القف صاحب كتاب العمدة في الجراحة. لا إله إلا أنت يا رب. صاحب كتاب العمدة في الجراحة. هؤلاء هم فعلا أجدادنا، وهؤلاء هم أسيادنا، وهؤلاء هم علماؤنا، وهؤلاء يعني نقول إن كان لهم أحذية فهي فوق رؤوسنا، ونقول هم شرفنا وهم عزنا وهم بركاتنا وهم الضياء النور الذي تركوه لنا لنسير عليه. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. كنت عايزه اسال عن حاجه للحموضه. اتفضلي يا فندم. وعايزه اسال عن حاجه عشان بتغذي الشعر. الحموضه وايه؟ حاجه تغذي الشعر. تغذي الشعر. طيب وبالنسبه للحموضه ان شاء الله اقول لحضرتك على حاجه نتيجتها ان شاء الله 100%، وفي نفس اليوم بتستريح ان شاء الله، ولكن لازم تستمر على الدواء دوت لمده 15 يوم ان شاء الله عز وجل. لن تمرض معدتك ابدا باذن الله عز وجل، وان شاء الله هنقول بالمره وصفه لكل امراض المعده باذن الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل. يعني احنا هناخد بتقرير بسيط جدا فاصل لمده 50 ثانيه ان شاء الله عز وجل، هيكون عن شيخنا وامامنا وسيدنا وعالمنا وطبيبنا يعني والعالم الكبير ابو بكر الرازي. اسال الله العظيم ان يرحمه وان يسكنه في سيح جناته وان يجمعنا واياه مع النبي المصطفى صاحب الشفاعه، اللهم امين رب العالمين. أبو بكر الرازي هو العالم الطبيب أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. ولد في قرية بقرب طهران، بدأ موسيقيا ثم درس الفلسفة وانتهى إلى دراسة الطب في مستشفى بغداد، ومن كتبه الطب الروحاني في الطب النفسي، حيث يعد مبتكر ما يسمى اليوم بالطب النفسي والطب المنصوري، وأشهر كتبه الحاوي في الطب، وهو موسوعة تضم جميع المعارف الطبية في عصره. بكل الحب نلقاكم مع العلماء، فأهل الفضل مجلسهم هدى وشفاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعود مرة أخرى إلى ناخد الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف الاتصال قطع. طبعا لو تحدثنا عن هذا الأمر، هذا قليل جدا من فيض منجزات الطب الإسلامي، حتى أبين لأحبتي كيف كان علماؤنا وكيف أصبحنا، كيف كانوا وكيف أصبحنا نحن الآن. أصبحنا الآن نتسول العلم على موائد الغرب الفاشل. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. من الشرقيه. ربنا يحفظك يا فندم، اتفضلي. ربنا يبارك فيك. انا بس عايزه اقول لك ان الشرقيه كلها بتحبك وبتقدرك. ربنا يحفظك يا مرة، ربنا يجزيك خير. ربنا يبارك فيك كده يا رب. اللهم امين يا بس رب. كنت عايزه اسال على الكتاب الاخير اللي حضرتك كنت بتكتبه. الكتاب الاخير هو الطريق الى السعاده ان شاء الله عز وجل، وبفضل الله عز وجل هو حقق اكبر مبيعات على مستوى العالم بفضل الله عز وجل السنه دي بفضل الله عز وجل. وان شاء الله عز وجل هو انتهت النسخ اللي كانت مطبوعه، وان شاء الله قليلا يكون ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك. اتفضل يا ازي حضرتك يا غالي؟ ربنا يبارك فيك. بس حضرتك لو عاوزين حاجه بس طبيعيه لتنظيم السكر. السكر في الدم، حياه طبيعيه. انت حضرتك على حضرتك؟ ان شاء الله. شفاك الله. طب سنك كام سنه مع الزهر الاول؟ 43. 43 سنه. بتاخد حبوب ولا انسولين؟ هو لحد الان انا الصراحه ما خدتش حاجه، كنت برضه بالتنظيم، بس هو يعني كان بيطلع 150. يعني انت ما خدتش حاجه خالص؟ لا ما خدتش حاجه خالص. طيب بص، اكتب ورايا قبل ما انسى حاجتين ببساطه عشان ربنا يكرمك بسرعه ان شاء الله. طب ماشي. يا ريت تكتب ورايا 50 جرام سموه دي ان شاء الله، بس اوعى تكون خدت حاجه. لو ما خدتش حاجه يبقى ان شاء الله لو استمرت على الوصفه دي 15 يوم، بعد كده كل مهلبيه وام علي وام حسن واللي انت عاوزه كله ان شاء الله عز وجل. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ ايمان السلام عليكم. للاسف فصل الخط للاسف. طيب ان شاء الله عز وجل هو احتمال ان شاء الله عز وجل احنا نكون معاكم بكره غدا ان شاء الله تقريبا الساعه 5 او 6:30 حتى الان لا ادري. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله كبيره قوي بعاني منها من 20 سنه. شفاك الله وعافاك. نعم. عند حضرتك اتفضلي يا اخت. انا عندي ضمور عضلات بقالي فتره طويله. شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. اسال الله العظيم ان يشفيك وان يعافيك وان يبرئك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعافيك وأن يبرئك. أستأذن حضرتك بس خد رقم تليفوني من الكنترول وتابعيني بعد الحلقة إن شاء الله، اتصل بيا إن شاء الله عز وجل. نرجع تاني لموضوعنا. زي ما قلت إن إحنا الكلام اللي أنا قلته دوت كان كي أوضح ما كنا عليه وما أصبحنا فيه. كنا في القمة فأصبحنا في القاع، كنا في النور فأصبحنا في الظلام، كنا نصدر فأصبحنا نستورد، كنا فوق فأصبحنا تحت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكما قلت أن هؤلاء هم الذين نفخر بهم ونعتز بهم ونشرف بهم. فعلى سبيل المثال حتى أوضح لأحبتي الذين فتنهم شبح الغرب الفاشل وشبح الغرب الفاتن، الغرب المزيف، وكيف أننا نحن الذين علمناهم العلم ونحن الذين علمناهم كل شيء. ناخذ اتصال.